ازاي تجهزي نفسك وبيتك وتطلعي من الشهر الكريم إنسانة جديدة تماما. السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعيني وإخواتي وحبايبي المحترمين، يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم إن شاء الله، خلاص رمضان على الأبواب. ربنا يا رب يبلغنا رمضان جميعا، لا فاقدين ولا مفقودين، ويتقبل منا الطاعات والدعوات إن شاء الله بإذن الله. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله إحنا داخلين رمضان اهوت على خير. عايزين ندخل بقى بشكل جديد. زي ما اتفقنا قلنا إن رمضان يا جماعة شهر المستحيلات، يعني كل حاجة ممكن تحسي إن هي صعبة عليكي إن انت تحققيها، إن شاء الله بإذن الله تتحقق بأمر الله في رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين ندخل رمضان بقى كده هوت ونخرج منه ناس جديدة، ناس عندها أسلوب حياة في كل حاجة حلوة يفضل معانا على طول. مش هناخد بقى رمضان ان احنا بقى تنظيف وتوضيب وهاتوا المكسرات وهاتوا البلح وهاتوا الاكل وهاتوا الروتينات وهاتوا التفريزات وكلام. لا، احنا الكلام ده خلاص بقى. إيه، ده عادي، ده اسلوب حياتنا اللي احنا عايشين عليه. رمضان زي اي شهر، ولكن هو بيفرق عن الشهور السنة كلها لمكانته العظيمة اللي ربنا خصه بيها. فاحنا مش عايزين نساوي بينه وبين الشهور العادية. لأ، لازم يبقى ليه ميزة، ليه ميزات. لازم أشوف نفسي أنا إيه جوّه رمضان، أنا شخصيتي إيه، إيه الحاجات اللي أنا كنت باعملها وما باعملهاش في رمضان، إيه هي الحاجات اللي أنا عايزة أدعّمها في نفسي في رمضان، علشان أخرج منه إنسانة جديدة. يعني أول حاجة، يعني لو عايزة رمضان ده يبقى مختلف معاكِ، هنشوف الحاجات اللي هي في شخصياتنا، علاقتنا مثلًا. هنقول علاقتنا بالصلاة. إحنا مش بُصّوا يا جماعة، إحنا مش هندخل رمضان ونبقى نخرج منه مثاليين، لأ، إحنا لازم نبقى واقعيين. تمام؟ ليه؟ لإن موضوع العبادات ده بيبقى قدرات. كل واحد ليه قدرة عن التاني بتختلف، وكل واحد ليه رؤية، وكل واحد ليه أسلوب، وكل واحد ليه طريقة. إحنا مش كلنا زي بعض. إحنا لو بصينا لإيدنا هنبص هنلاقي صوابعنا مختلفة. فكل واحد في الدنيا دي ليه أسلوب حياة بيتبعه، ليه تفكير، ليه متطلبات، ليه قدرات. تمام؟ فكل واحد يبص في نفسه، يبص في ذاته، يبص في قدراته. يعني أنا مثلا أبص لنفسي في علاقتي بالصلاة. مش معنى ان انا بصلي ان انا خلاص صليت وعملت الفرض بتاعي وخرجت، لا، ابص للصلاة كخشوع. ازاي انا حسيت بالصلاة بتاعتي، خشعت فيها ازاي، حسيت بالقرآن اللي انا قريته، بالايات اللي انا قريتها، حسيت بالاذكار اللي انا قلتها جوه الصلاة. فهشوف نفسي بقى لو انا مقصرة في الحاجات دي، اشوف نفسي واطور نفسي فيها بقى، ادعم نفسي، احاول اخشع في صلاتي، احاول ان انا يعني اوصل بالصلاة ان انا اخرج منها ان انا خلاص بقيت عارفة يعني ايه صلاة، عارفة يعني ايه بأدي فرض ربنا على اكمل وجه. ده مش عيب، مش عيب ان احنا كلنا يا جماعة نطور من نفسنا. مش زي ما بطور بقى في بيتي وبوضب في بيتي وبجيب الحاجات اللي ناقصاني في بيتي، وبجيب حاجات ليا، وبعمل الشوبينج بتاعي وبهتم بحاجات بتدخل عليا السعادة في الحياة. زي ستات كده بتحب الشوبينج، الشوبينج بيعمل لها سعادة. ستات بتحب تجيب تغير في ديكورات بيتها. ستات بتحب الطبيخ وبتحب تستمتع بالوقفة في المطبخ. فبرضو العبادات دي برضو عندنا لازم نشوفها، لازم نطور منها. نشوف الصلاة بتاعتنا، ايه اللي احنا ناقصنا في الصلاة بتاعنا نعمله، إيه السنن بتاعتنا اللي مش بنعملها نعملها. في ناس منتظمة في الصلاة، في ناس مش منتظمة. نشوف اللي مش منتظم في الصلاة ينتظم. وبكده أنا هكون خرجت من رمضان بحاجة جديدة هتفضل معايا طول العمر. يبقى أنا كده رمضان دوت يعني
استفدت منه، ما جاش كده عدى عليا مرور الكرام. جيت اول اسبوع كان عندي الشغف بقى، وكان عندي النشاط، وهصلي التراويح وهقرا القران وبتاع. اول اسبوع وهوب بعد كده العزيمه تهبط. لا، احنا عايزين نخرج منه بحاجه تبقى مستديمه معانا في حياتنا. افضل اقول انا كنت في رمضان اللي فات الحمد لله حصل لي كذا كذا، وظبطت نفسي في كذا، اللي هو ايه هفضل عليه بقى على طول. ظبطت نفسي في صلاتي، إيه الخشوع اللي ما كانش بيبقى موجود عندي خليته بقى موجود. إيه ما كنتش منتظمه في الصلاه انتظمت، ما كنتش بصلي السنن والنوافل صليتها وانتظمت عليها. نخلي حاجه، مش هقول لك بقى ايه زي ما قلت لكم دلوقتي، احنا مش هنطلع مثاليين، لا، نختار حاجه نسترس عليها. لو انا طلعت من رمضان ده بأمر الله معايا الحاجة اللي أنا كنت مقصرة فيها والتزمت بيها طول الشهر، وخلاص بقت أسلوب حياة عندي، وخلاص بقيت ما أقدرش أستغنى عنها وما أقدرش أثر فيها، كده أنا أبقى يعني بسم الله ما شاء الله عملت إنجاز، عملت إنجاز. وهتفضلي سعيدة طول حياتك إن أنت قدرتي إن أنت تتغلبي على نفسك، وان انت قدرتي تحققي الغايه اللي انت كنتي بتحلمي بيها، ان انت تبقي منتظمه في الصلاه، ان انت تبقى عندك خشوع، انك تصلي السنن بتاعتك ما تفرطيش فيها. كفايه انك تخرجي من رمضان ده بالحاجه دي، بالتطور ده في حد ذاته هيبقى يعني حافز ليكي ان انت تطوري نفسك احسن. فعشان كده بقول لكم يا جماعه يعني خلينا في رمضان ناس واقعيين. الإنسان مش بيتغير مرة واحدة، مش بيتبدل مرة واحدة. الإنسان بالراحة مع نفسه خطوة بخطوة كده بيقدر يطور من ذاته. فعشان كده بقول لكم عايزين في رمضان ده إن شاء الله بإذن الله كل واحد يركز على النقص اللي عنده، الحاجة اللي هو مقصر فيها. مش في كل بقى حاجة يعني عشان ما نقولش ايه ونضحك على نفسنا، زي ما قلت لكم كده. حد يمسك الصلاة، حد يمسك مثلا ذنوب بيرتكبها والعياذ بالله ومصر عليها وما بيقدرش يستغنى عنها وما بيقدرش يبطلها وبيحاول يبطلها ما بيعرفش. لو حاول مع نفسه في رمضان دوت ان شاء الله بإذن الله وطلع منه وهو يعني متخلي عن هذا الذنب، مثلا كايه مثلا ذنب سماع الاغاني مثلا. في ناس يا جماعه بتحب تسمع اغاني ومبتقدرش تستغنى عنها خالص. لو اصريت مع نفسك في رمضان ده انك تبعد عن الاماكن اللي هي بتخليك تسمع الاغاني دي، او الوسائل اللي هي موجوده عندك وبتخليك تسمع الاغاني دي، وطورت من نفسك ومره على مره على مره ان شاء الله تتخلى عن الذنب ده وطلعت من رمضان بأمر الله متخلي عن الذنب ده هيبقى فعل جميل قوي قوي، وهيبقى تقدم في حياتنا. ليه؟ لأن هيبقى أسلوب حياة بقى، خلاص أنت تخليت عن الذنب ده والحمد لله ربنا ما يرجعكش ليه تاني. في ذنوب تانية برضو الغيبة والنميمة، الأماكن اللي ممكن تتواجدوا فيها وترتكبوا فيها الذنوب دي نبعد عنها. زي ما قلنا قبل كده لو خرجنا من رمضان متخليين عن ذنوب كنا بنعملها يعني تحللنا منها خالص، ده يبقى أكبر تقدم عملنا مع نفسنا. نعمل تحدي، نتحدى نفسنا، نعمل تحدي مع الصحبة الصالحة اللي معانا. يعني تحدي طول الشهر على ان الواحد مثلا يمسك حاجة واحدة كده ان هو هيتخلى عنها ومش هيقدر يرجع لها تاني. ده في حد ذاته جميل يعني، فليتنافس المتنافسون. فاحنا عايزين رمضان ايه جميل كده يجي علينا بالخير ونخرج منه ناس جديدة. لما الإنسان بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى اداله القدرة على التغيير للأحسن، طبعا الإنسان بيبقى في غاية السعادة وبيتتولد عنده طاقة ربانية إنه هو بيبقى دايما عاوز نفسه للأحسن، ودايما بيسعى ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. بتبقى سعادة داخلية كده، ان انت تلاقي ربنا راضي عنك واستجاب دعواتك واداك القدرة على التغيير، تحس ان انت في معية الله سبحانه وتعالى.
ده في حد ذاته بيدي سعادة للإنسان كبيرة قوي قوي، وبيقويه على إن هو يتغير أكتر وأكتر ويدور في نفسه ويطور من ذاته. فطبعا دي حاجات جميلة، والأشهر الفضيلة ديت هي اللي بتدينا القدرة على إننا نسعى للتغيير. سبحان الله يا رب، ربنا سبحانه وتعالى كده يتقبلنا عنده ومن المغفور لهم، ويردنا إليه ردا جميلا يا رب، يتقبل منا الطاعات والدعوات، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين، ويكون رمضان خير علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله، نطلع منه ناس جديدة جميلة، ويكون دايما أسلوب حياتنا في الأول وفي الآخر ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. يكون رمضان خير علينا جميعا، و متنسونيش بقى من فضل دعائكم إن شاء الله بإذن الله. هعمل سلسلة جميلة قوي في رمضان، كل يوم هيبقى فيه حلقة بتناقش سلوك لازم يتصف بيه كل مسلم ومسلمة إن شاء الله بإذن الله في رمضان، وإن شاء الله يعجبكم، ويكون إن شاء الله أعمالنا دي كلها في ميزان حسناتنا يا رب العالمين، ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يلا أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، تنسونيش من فضل دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا تقولوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا حابين تغيروها من نفسكم، وان شاء الله هتحاولوا في رمضان بإذن الله. يلا شاركوني بقى في الكومنتات بإذن الله، نتعرف مع بعض ونشجع بعض. يلا أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.